لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد. جزاكم الله خيرا. بنود الشراكة بين نادي الرجاء الرياضي وشركة مرسى ماروك. تفاصيل الشراكة المرتقبة بين نادي الرجاء الرياضي وشركة مرسى ماروك. تسعى إدارة نادي الرجاء الرياضي إلى إبرام شراكة استراتيجية مع شركة مرسى ماروك، وهي إحدى المؤسسات الوطنية الكبرى المتخصصة في تدبير الموانئ والنقل البحري، وذلك في إطار تحويل النادي إلى شركة رياضية قائمة على أسس استثمارية واحترافية. وتتلخص أبرز بنود هذه الشراكة المقترحة كما يلي: الهيكلة القانونية ونسبة التملك. بناء على القانون الأساسي للشركة مرسى ماروك، فإن الأخيرة تشترط الحصول على نسبة 60% من أسهم الشركة الرياضية للرجاء كحد أدنى، وهو ما يمنحها الأغلبية في مجلس إدارة الشركة. ويعتبر هذا الشرط غير قابل للتفاوض من جانب مرسى ماروك، إذ أن قوانينها الداخلية تمنعها من الدخول في شراكات استثمارية تقل فيها نسبة التملك عن 60%. وبالتالي فإن رفض منخرط نادي الرجاء لهذا البند يعني بشكل مباشر فشل إتمام الصفقة. تعويضات ممثلي جمعية الرجاء. لن يحصل أي من ممثلي جمعية الرجاء الرياضي الذين سيتم تعيينهم في الشركة الرياضية على أي تعويضات مادية، سواء كانت على شكل أجور أو منح أو امتيازات أخرى. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان الشفافية وتفادي تضارب المصالح. مرونة في فسخ التعاقد. تمنح الشراكة حرية التراجع لأي من الطرفين. يحق للشركة مرسى ماروك إنهاء التعاقد واسترجاع استثماراتها وفق بنود سيتم تفصيلها لاحقا في العقد النهائي، كما يحق لجمعية الرجاء الرياضي إنهاء الشراكة متى أرادت، لا سيما إذا توصلت بعرض استثماري أفضل تتجاوز قيمته 15 مليار سنتين. في حال حدوث ذلك، لا يحق للشركة مرسى ماروك المطالبة بأي أرباح تم تحقيقها خلال فترة الشراكة. دعم مالي للجمعية. تلتزم شركة مرسى ماروك بضخ ما يعادل 7% من الميزانية السنوية للشركة الرياضية في حساب جمعية الرجاء. على سبيل المثال، إذا بلغت ميزانية الشركة 10 ملايير سنتيم خلال موسم رياضي واحد، فإن الجمعية ستستفيد من دعم مالي قدره 700 مليون سنتيم، يخصص لدعم أنشطتها الاجتماعية والتكوينية والبنية التحتية. استقلالية الدعم العمومي. الشركة الرياضية التابعة للرجاء لن تكون مؤهلة للاستفادة من المنح التي تقدمها السلطات المحلية أو المجالس المنتخبة، إذ ستوجه هذه المنح مباشرة إلى جمعية الرجاء الرياضي باعتبارها الإطار القانوني غير الربحي المسؤول عن الجانب الاجتماعي والثقافي للنادي. المسؤولية التقنية والتدبير الرياضي. سيظل المكتب المديري لجمعية الرجاء الرياضي المسؤول الأول عن الجانب الرياضي والتقني، بما في ذلك التعاقد مع المدربين، اختيار الطاقم التقني، التفاوض مع اللاعبين، وتحديد استراتيجية الفريق الأول والفئات العمرية. كما سيتحمل المكتب المسؤولية الكاملة عن النتائج الرياضية للفريق. المهام المساندة للشركة الرياضية. ستكلف الشركة الرياضية التي ستديرها مرسى ماروك بكل ما يخص الجانب المالي، القانوني، والتسويقي للنادي، بما يشمل البحث عن مستشارين، تسيير الموارد المالية، وتسويق العلامة التجارية للنادي على الصعيدين الوطني والدولي. ويؤكد هذا البند أن مرسى ماروك لن تكون لها أي علاقة أو تدخل في النتائج الرياضية أو القرارات التقنية. بنود إضافية قيد التفاوض. من المرتقب أن يتم إدراج بنود تفصيلية إضافية في اتفاق الشراكة النهائي، تشمل طرق تقييم أصول النادي، القيمة المالية الإجمالية للاستثمار،